هلو، صباح الخير. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بعمل تجربه جديده قوي، اللي هو بسجل فيديو وبعد كده هرفعه على اساس اشوف الريزوليوشن بتاع الكاميرا وبتاع التسجيل شكله ايه. المهم، عندي النهارده قصه، والفيديو ده هيكون بعنوان مطران المنوفيه عشم الدكتور واداله فيها. ايه الحكايه؟ انا مش شمتان، وكما تعلمون عني ان انا ما بشمتش خالص ومش مهتم بالقصص دي، ولكن من حوالي 3 4 سنين، 4 سنين بالظبط، لما ابتديت امسك عدد من الاساقفه الفاسدين واللي زال موجودين بفسادهم، يعني ما اقدرش اقول لكم ان فيهم حد اتطرد، ما فيش حد هيطرد، انسوا، ولكن اسقطت عنهم الى حد ما قناع القداسه، واصبح اللي بيبوسوا ايديهم عارفين من جواهم ان دول ما عندهمش قداسه، وان الحكايه بقت مفقوسه. فبقوا الاتنين بيمثلوا على بعض في مشهد سمج وسخيف، اللي هو ما احنا عارفين ودافنينه سوا. anyway، كان من احد المطارنه ذو الحظ السيء لي، مش ليا، انه وقع تحت ايدي هو مطران المنوفيه الانبا بنيامين، اللي هربان من الجيش، واللي قالوا لي لا ده ما كانش عليه تجنيد، لكن كان في بعض المخالفات الكنسيه الطقسيه اللي تمت في قضيه رشمه والتحقه بالدير. وده طبعا كان على عهد الفاسد الكبير البابا شنودة ابو 3، مش هو التالت برضه؟ المهم، ما علينا. مثلا ان هو مش هقول لكم بقى انه دخل وقت الجيش، هتقولوا لي لا اصل ما عندوش اخوات غير اخوات بنات، هقول لكم مش مشكله ومش هتطرق في الحته دي، لكن الكلام ده مكتوب او كان مكتوب، ولغايه دلوقتي عندي الادله بتاعته. كان موجود في الانبا تكله ان الانبا بنيامين ما دخلش دير، يعني لما دخل الرهبنه في 28 يونيو سنه 73 ما دخلش دير. الظاهر الواسطه بتاعته كانت كبيره، شنودة كان بيحبه بسه من بقه، ما علينا، مش في الحته دي، مش داخل في حته الشذوذ، ما تقلقوش. فخلاه يخدم وهو راهب، ولا اترشم على دير ولا اتعمل له اي حاجه، وما عندوش طقس، واتحدى الجميع في هذا. خلاه يخدم معاه في الكاتدرائيه بالعباسيه، خلاه يبقى موجود معاه، وفضل على مدار ال3 سنين جنبه لغايه ما اسقف المنوفيه الراحل اللي قبليه مات، راح منصبه اسقف على طول في 3 سنين، في انتهاك صارخ لقوانين الرهبنه والدسقليه والطقس بتاع الرشم الكنسي. وسريعا هرجع بسرعه معلش الموضوع فيه زخم كتير. الراهب لما بيروح بياخد من سنة ممكن توصل لمدة 10 سنين، طبعا ده كلام الخزعبلات بس هم قايلين كده، ل10 سنين تحت التدريب. فتخيلوا ان بنيامين راح النهارده اترشم النهارده، ما قعدش 5 دقايق، وبعديها بيقعد له من سنة ل2 سنين عشان بعد كده يبقى قسيس، بس قسيس بياخد اعترافات الرهبان، ملوش دعوة باعترافات العلمانيين. وبعد القسيس ياخد له بتاع 3 4 5 سنين ويبقى قمص، يعني قسيس كبير شوية. وهنا بيبقى واقف على الخط مستني اي اسقف يموت او اي ابراشيه تفضى هو يترشم عليها اسقف. لكن اللي حصل في موضوع بنيامين، ومش بنيامين لوحده، ده حصل في اساقفه كتير، هبقى افتح الملف مره تانية عشان لو كنتوا نسيتوا او الجداد اللي لسه داخلين، هثبت فساد نظير جيد او الملقب بشنودة الثالث، في انه كان بيرشم اللي على مزاجه. المهم، فحبرية بنيامين اللي لازالت موجودة لغاية دلوقتي مليئة بالفساد، وكنت عرضته قبل كده تكرارا ومرارا. بعد كده ظهر على السطح بعض المنتفعين اللي فيهم شبه كبير جدا، ريفرنس ما بينهم وما بين الضباع. الضباع بتستنى الأسود تطلع وتصطاد، وبعد كده فتفتهم يطلعوا هم يقتاطوا عليه. فلما انا طلعت من 4 سنين، وكنت ساعتها بحماسي وبغضبي وبحجم الادله اللي عندي، ولا زال عندي اكتر منها على فكره، حصل ان بعض المصلحنجيه اللي ليهم مصالح واللي ليهم مقرب ما فيهم مصالح نفعيه وشخصيه ليهم، طلعوا عشان يزيطوا في الزيطه. منها
ياخدوا منافع ليهم، فالاساقفه تخاف منهم لانهم عارفين ان انا معايا الباب مقفول، محدش اسقف على وجه البسيطه يقدر يقول ان انا ما بيني وما بينه اتصال او ان انا ساومته. فاللي كان بيحصل في الوقت ده كان بيطلع اي حد ليه مصلحه مع اي اسقف ولا اي قسيس يقول له هفضحك، اروح اقول لهاني يطلع يعمل له فيديو مثلا مدته دقيقتين ثلاثه، يروح الاسقف يخاف منه او يجي يطلب صداقتي، وانا كنت ساعتها منفتح للجميع وبقبل صداقات الكل. جه منهم واحد اشك في المؤهل العلم بتاعه، لان دي مش اخلاق دكاتره، يقال اسمه كرولوس، يقال ان هو دكتور في كليه الهندسه جامعه المنوفيه، لكن اخلاقه وتركيبه مخه انا شايفه راجل جاهل. المهم طلب صداقتي، وكان ساعتها بيهاجم الانبا بنيامين، فعادي اتس اوكي، وهو اللي موجود في المنوفيه، فاعتقدت ان يكون في ما بيننا تعاون مثمر، واعتقدت ساعتها ان هو يكون بني ادم شريف، ولكن كما تعلمون ان شريف متاخد في قضيه اداب. ما علينا. فاللي حصل ان هو اول ما دخل عندي وعلق عندي مرتين ثلاثه، بعد كانت قطيعه طويله ما بينه وبين الانبا بنيامين، استغل وجوده في حسابي واستغل تقربه مني، فالانبا بنيامين راح قال له ايه، تعالى هاكلك الحلاوه وهجوزك هالنومه وابعد عن الواد الوحش ده. فعليا راح وتم التصالح، وتم ده موجود على حسابه الشخصي ان هم اتصالحوا، والكلام ده بقاله اكتر من سنه. فانا استغربت ايه الصلح اللي ما جاش غير بعد شهر، شهر ونص من دخوله الاكونت بتاعي. بس بيني وبينكم ماليش علاقه، انا مش منتسب ليهم. لغايه ما فجاه اتغصت لقيته بيشكر فيه ويسبح بحمده، اللي هو كرولوس اللي المفروض بيقول ان هو دكتور هندسه، بيسبح بحمد بنيامين وبيقول عليه ان هو رجل صالح، وانتوا عارفين مفيش صالح، دي كلها بتاعت مصالح. فدخلت انتقدته، قلت له صالح من انهي ناحيه؟ فهمني. الكلام ده لغايه دلوقتي موجود واتاخد سكرين شوت. صالح من انهي ناحيه؟ صالح من ناحيه هروبه من الجيش، صالح من ناحيه فساده المالي والاداري، صالح من ناحيه تحكمه في قرى والناس الفقيره ووضع قوانين مذله ليهم، وفي نفس الوقت الاغنياء ما بيجيش جنبهم. وجيت لقيته عمل لي بلوك. بصراحه اتضايقت في الوقت ده، يعني انت بتستغلني، انت جاي تو ابيوز مي مثلا. طب انا ليا غرض نظيف وليا اهداف نظيفه، وان انا ما عنديش ان انا استرزق بحد، والا كان زمان اسلوبي اختلف نهائي. ارفع سماعه التليفون على اي كلب جربان من اللي هم مسمين نفسهم اساقفه، واقول له ليه عندك واحد اتنين تلاته، ويبعت لي الرسمتين تلاته. لكن انا فقري والحمد لله، واحب اكون فقري. فزعلت قوي، قلت ساعتها انا بكلم ربنا، انا لا ديني لكن مؤمن بوجود ربنا. قلت له يا رب انت شايف ان انا بعمل ده عشان انا مؤمن ان انا عايز بس اجيب حق الغلابه، مش حاجه. لغايه ما من قيمه بالظبط شهر حصل ان اللي يقول لي ان ربنا ما بينساش حد وما يسلك صدري. ايه اللي حصل؟ طبعا بعد ما كرولوس اللي بيقول على نفسه دكتور في الهندسه اداني البلوك المتين من قيمه سنه وشويه، دخل الكنيسه والمفروض عشموه، قال له هنجوزك هنومه، هنعمل لك، هنسوي لك. وفي ناس بتقول ان هو كان هيلبس كاهن فراح لبس حاجه تانية، ما انتوا طبعا فاهمين هي ايه. فاللي حصل بالظبط ان تم الاعتداء عليه وضربه، ده على حسب كلامه، وانا نشر الكلام ده على صفحتي، وهبقى اجيب لكم الاوديو ده وانشره هنا. وساعتها هو من كتر ما اتضرب واتهزق واتطرد من الكنيسه من الفراشين، يعني بنيامين قلب عليه. بنيامين ساعتها قال له انت بروستانتي، يعني انت مش ارثوذكسي، مع ان هو معروف انه يعني ما علينا يعني، برغم ان هو كان من قيمه سنه عشان كان خاطر كان عند هاني شلبي العبد الفقير الى الله، كان ساعتها من احد الاباء القديسين وكانوا يكتبوا اسمه في السنكسار، فاهمين؟ لكن بعد ما عمل بلوك لهاني شلبي، وهاني شلبي خلاص يعني ما مش مهتم وعنده حاجات كتير وعنده حياته، اطمن فراح عاصر كورولوس ومسكه ضربه، مش هو بايده طبعا، لكن خلى الفراشين مسكوه ضربوه، لدرجه ان كورولوس لجأ للكذب وقال ان الفراشين سرقوا منه 500 دولار كانت موجوده في الموبايل بتاعه، خدوا الموبايل. طبعا انا عايز اقول لكم انا اتاكدت من الحوار، مفيش حد سرق منه حاجه، مفيش حد ضربه، هو كل اللي حصل انه طرد من الكنيسه.
ده بقى صح ده بقى غلط، انتوا اللي اخترتوا جلادينكم بنفسكم، وانتوا اللي عاوزين تكونوا ضباع وتاخدوا بقايا الضباع برضو. لكن اللي انتوا ما تعرفوهوش، الاسود بتسيب، النمور بتسيب، الفهود بتسيب، لكن الضباع ما بتسيبش. الضباع لما بتنزل على فتات وليمة بتاكل حتى العظم، فمحدش يقدر ياخد من مطران وزي بنيامين مخصوص نهائي غير لما يكون لاويله دراعه، وانت كنت مصدر قوتك انا مش حد تاني. ندي المجد لربنا وبقول اشكرك يا رب طبعا لان حق رجع لي. بس انتوا فاهمين المنتاليتي ايه؟ اللي بيطلع لك دلوقتي من القبط ويقول لك ان انا عندي صوت التغيير وان انا رافض للظلم، ما تصدقوش، كذاب ابن كلب. كلهم بيعملوا الشو ده عشان مصالح ومآرب شخصية. محدش فيهم بيبص للغلبان، محدش فيهم بيبص للفقير والجعان، كل اللي يهمه بس خدوني معاكم يا سجوني. خلصت حلقتي النهارده، استنوا مني حلقة جديدة، ولو عجبكم التصوير هضطر ابقى بعد كده اعمل كل الحلقات بالطريقة دهية. وبحبكم كتير قوي، ولسه عندي فضايح هقول لكم حتة صغيرة عشان تبقوا معايا. تخيلوا ان في مرات قسيس عملت علاقة مع واحد من، استنوني الحلقة الجاية. تشاو.